السلام عليكم، شلونكم؟ اليوم راح نسوي لكم الحلاوة المشهورة اللي هي الزلابية. أول شي نحتاجه اللي هو هذا الجلاس مثل ما تشوفون، هي خمرة ومي. لازم من البارحة بالليل انتو تلقونه تجيبون خاشوقة مال أكل من الخمرة وكوب مي حار أو دافي، تنقعونها من الليل عمود هسه تسوونها، وكوب مال نشا، كوب مال طحين. هسه نخلطها قدام. أول شي نجيب نشا بالسراحية قدامكم، وراها نخلي النشا، وراها نخلي الطحين. طبعا إذا احتاجينا شو اسمه وين نخلي نص هالكمية، أو لا يصير عجين فد مرة ولا يصير خفيف فد مرة، هيج كافي. خليه ونخبطه وأنا ليش جبت هيجي سراحية عمود نقدر نفرغه بهذا البطل. إذا عندكم بطل مال لبس فارغ أو أي نوع من الطالة، خلونا بيها وخلونا بالشمس لمدة 4 ساعات. هسه نخبطه ونرجع لكم. هسه هذا يصير شكل العجينة أو الخليط، يصير شكلها يصير متجانس، لا هو عجين فد مرة ولا هو خفيف فد مرة. هسه هاي نشيلها نخليه هيج، ونجيب البطل نفرغ العجين بالبطل شوي شوي. هيج هسه نفرغها نشيلها ونحطها بالشمس لمدة 4 ساعات. هذا الشكل اللي طلع ويانا ورا ما خلينا الخليط بالبطل. هسه نشيله نحطه بالشمس. طبعا طفت كهرباء بس احنا مكملين لكم، نوركم كافي، نور الدنيا كلها نوركم. يلا نشوف نحطه بالشمس. خليه بالشمس لمدة 4 ساعات ونرجع لكم. بمالها. طبعا هسه نجي بمرحلة انه نسوي الشيرة الخاصة بالزلابية. اول شي نشغل الطباخ، خليه هيج، ونجيب طنين مي نديرها، نجيب الطن الثاني نديره، ونجيب طن شكر، نفرغهن هيج. وليمندوزي بس مو هسه نضيفه، هيجي نص خاشوقة ليمندوزي بس مو هسه نضيفه. نحرك الخليط شوية، يلا لحد ما تصير يطلع لنا فقاعات او هيجي يقوم بقبق على قولتنا، ونضيف فوقه الليمندوز. طبعا حبايب هذا الشكل النهائي ورا ما خلينا الشكر والمي على النار هادية شكلها. وهسه راح نضيف عليها نص ملعقة مال نسميها مال شاي ليمندوزي. خليها نحركها لحد ما يسخن هيجي، ونخليها لحد ما تصير الشيرة نرجع لكم. رجعنا لكم بعد 4 ساعات. طبعا كملنا الشيرة، وهسه راح اعلمكم طريقة شلون تزلفون بها قباغ البطل اللي هو مال بطل العجينة مال الزلابية. اول شي نبدي نشعل الطباخ، ثواني، نحمل القبغ هيجي شوية، لا نحرقه ولا
تخليه بارد هيج. نجيب عودة مال سنون، نحمي شوي النوب هيجي، ندفعه لحد ما يصير شكله مثل شكل الجبل. هسه نزرفه ونرجع لكم. هسه بعد ما حمى الدهن ونصينا جوا، هسه نبي نحط الزلابية. بسم الله. انت ما تخليني يلزقون هذا بالثانية، اكثر من وحدة. خليهم لحد ما يستوون، لحد ما يصير لونهن اصفر ونقلبهن. بعدها واحدة من الثانية نشيلهن من يستوون، يصير لون اصفر نشيلهن ونخليهن هسه بعد ما صار لونهن هيجي احمر نشيلهن ونحطهم بالشيرة. ليش قدامكم نحطهم بالشيرة. واذا شو اسمه هاي الزلابية حارة لازم الشيرة تكون باردة، واذا الشيرة حارة لازم الزلابية تكون باردة عمود لا يعجن. هيك نشيلهن نفرغهن بالشيرة نقلبها ونرجع. طبعا حبايبي هاي النتيجة النهائية للزلابية سويناها اليوم. ناخذ قطعة واحدة هسه نبدأ نذوقها. طيبة وحلوة كلش. طبعا أعطيكم مثل أو حكمة نهاية كل فيديو، بس تكون مختلفة يعني مو حكمة واحدة. يقول إن الإجابة الوحيدة على الهزيمة هي الانتصار. يعني ماكو إجابة ثانية غير يعني إذا انهزمت، يعني مو انهزمت يعني شردت. إذا فشلت بالحياة فحاول النوب، حاول أكثر من مرة يعني تنتصر، حاول أكثر من مرة لحد ما تجيب النصر. يلا بمالله، عطوا لايك اشتراك بمالله.